السلام عليكم متتبعي الأوفياء، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا كالعادة وكما وعدتكم أنني نجيب لكم الوصفات السهلة والبسيطة واللي كتجي طبعا لذيذة بزاف. واليوم جيت نحضر معكم هذه البسبوسة اللي كتجي الصراحة غزالة ما شهيتكم فيها، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. كتعدل بالتمر وكتجي من داخل معسلة ولذيذة بزاف، ان شاء الله تنال اعجابكم. باش ما نطولش عليكم نخليكم مع المقادير ديالها والطريقه ديال التحضير. اول حاجه بالنسبه للمقادير عندنا التمر. بالنسبه للتمر عندي تما 200 غرام، عندي منقوع في الماء طيب، غليت الماء وعملتهم عليه وخليتهم، يعني شحال ما خليتهم مزيان كيرطابوا. عندي هنايا السميده 200 غرام حتى هي، عندي نص كاس ديال زيت نباتيه، وعندي السكر، وعندي الحليب. يمكن لكم تبدلوه بالحليب البودر اذا عندكم 2 معالق، انا ما توفرش عندي كنعدلو له دائما الصراحه بالبودر. وعندي هنايا هاد القشطه ديال بوك، ما عرفتش اش من ماركه تستعملوا نتوما، انا كنستعمل هديه اي ماركه كانت عندكم متوفره. وعندنا واحد البيضه، عندنا القليل من الفاني السائل، وعندنا ملعقه صغيره او ملعقه 10 غرام ديال الخميره الكيماويه، وعندنا ملعقه صغيره ديال القرفه. كنعتذر انني الهضره ديالي شويه انتم عارفين عيانه، والهضره ديالي شويه كتقطع فيا النفس. فاول حاجه غنعدلوها هي اننا غادي نطحنوا هذا التمر هذايا بهذوك الماء، غنعملوها في شي خلاط كهربائي وفي شي اله اللي كطحنوا فيها. غادي تطحنوها تتحصلوا على سمودي، يعني على سمودي ديال التمر على هذا الشكل هذا كما هو مبين. انا غادي نوري لكم كما كتشوفوها، هو كيجي فحال المعجون اولا فحال السمودي. هنا غادي نضيف المكونات كاملين، غنخلي فقط الخميره والفاني غنخليهم حتى الاخر. المكونات اللي عندنا كاملين كنزيدوها وحده مره وحده، لانه كما كنعرفوا حنايا البسبوسه دائما ما كتحتاجش مننا شي مجهود ولا يعني شي حاجه. ممكن نخلطوا عيب سباتولا او الخلاط اليدوي ونجمعوا المكونات كاملين. بالنسبه لنا القشده هي هذه كتكون على هذا الشكل هذا، هذه منسمه بالفاني. يمكن لكم تستبدلوها باليogurt الطبيعي، يعني حتى اليogurt الطبيعي الصراحه كيعطي البسبوسه نفس النتيجه اذا ما عندكمش القشده الطريه، غير هذه كتعطي لها واحد النكهه اللي هي مزيونه وكتجي كريم معلكه اكثر. فهنا بالنسبه للسكر بنات يمكن لكم تبدلوه بالعسل باش تكون صحيه اكثر، او السكر البني ماشي مشكله، اما السكر البني او لا العسل فحتى هما مزيانين. وهنا صافي ملي كنخلطوا المكونات كنحصلوا على هذا القوام هذا. ما خصهاش يجي ثقيله بزاف وماشي خفيفه بزاف. تعرفي القوام ديال البسبوسه العادي كيجي فحال هذا الشكل هذا. بغيتوا اللون اغمق يكون بني زيدوا له شويه ديال الكاكاو باش يعطيكم هذاك اللون البني. انا اكتفيت باللون ديال الاصلي. وهنا كنضيف هذيك 10 غرام ديال الخميره الكيماويه وكنخلط، وحتى هذاك الفاني كنضيفوه في الاخر كما شفتوا. وكنخلطوا المكونات ديالنا وكنجيبوا المول ديالنا اللي غادي نعدلوها فيه. بالنسبه للبسبوسه دائما ما كتكونش عاليه بزاف بحال الكيك ولا هذا، لكن المول كيبقى اختياري، يا دائري يا طويل يا مربع، يعني على اللي متوفر عندنا، ماشي بالضروره يعني هذا. انا هذا المول هذا اللي كان عندي على يدي قريب جبته، يعني ما بقيتش كنفتش ولا شي حاجه، جبت فقط هذا ديال الكراتان وعدلتها فيه. ومن بعد ملي كنخويو هذا كنشعلوا الفران على 200 درجه سلسيوس البنات، 200 درجه، لانه كتبغي شويه الحراره غير من تحت، ما تشعلولوش الفوق، شعلوا غير من تحت. وهنايا انا غادي نزينها بالقرقاع، لانه مذاق القرقاع كيواتي القرفه وكيواتي التمر. اللي بغى ما كانش عنده القرقاع توفر عنده اللوز ماشي مشكل، يعني فقط هي فكره. ويمكن اصلا ما تعملوش هذا الشيء من الفوق ماشي مشكله، هي النتيجه واحده الصراحه كتجي لذيذه وما كتحتاجي انها تسقى، ماشي بحال البسبوسه العاديه. وهنا ملي نساليو التزيين ديالها ندخلوها للفران كما قلت لكم، شعلوا لها من تحت تتشقق معنا، ونشعلوا لها من فوق تحمر شويه ونخرجوها. ما كتاخذش وقت بزاف، نتوما عارفين دغيا كطيب. هنايا التزيين كيبقى اختياري، انا زينتها والصراحه كانت باقا سخونه، ما كانش خصني نعمل هذا الغلط، ولكن كنت مزروبه خصني فوقاش نسالي دغيا، فما قدرتش انني نستنى. هذا ماشي شوكولا بيضاء، لا هذا سكر كلاصي، عندي معاه شويه العصير ديال
البرتقال، فشرباتو كما شفتوا لانه هي باقا سخونه. استنوها حتى تبرد معكم يعني مزيان، عاد ساعه زينوها باش ما بغيتو، لانه اي حاجه ملي كتكون سخونه غادي تسف لكم اي حاجه عملتوا لها، يا شوكولا يا اي حاجه، فغادي ينشف منا كما كتشوفوا هذاك التزيين. والتزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم تخليوها هيدا، يمكن لكم تعملوا لها شويه سكر كلاصي، اي حاجه بغيتوا تزينوا بها كيبقى اختياري كما كنقول لكم دائما. خاصكم ضروري تجربوا هذه الوصفه لانه الصراحه لذيذه بزاف وما غتبقاوش تستغنوا عليها، وكتجي سهله يعني كتجمع كل شيء مع بعضو، كتدخل الفران 4 ساعات ثلث ساعه هي واجده معكم. هنا كما كتشوفوا كنقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوا القوام ديالها من داخل كيفاش كيجي الشكل ديالها. شوفوا كيفاش باقا سخونه، طبعا باقا كتطلق الربو. شوفوا كيفاش كتجي من داخل، كيفاش رطبه ومعلكه. هذاك التمر كيعلكها من داخل، حتى ديك القشده حتى هي كتعطي لها ديك التعليكه، فما كتحتاجش انها تسقى. اذا خليتوها مثلا نغداو بعدو شفتها فحال اللي نشفت شويه، يمكن لكم تعملوا واحد السيروم اللي كيكون سخون شويه وسقيوها به كترجع كانك عاد خرجتيها من الفران، كتجي القوام ديالها غزال بزاف. وانا متاكده ما تخليوهاش الغدا لانه ما كتبقاش الصراحه هاد الوصفه هذه بالاخص ما كتبقاش نغدا لانه لذيذه الصراحه بزاف بزاف. هنا احنا وصلنا لنهايه الفيديو كالعاده، وكما وعدتكم ان شاء الله نجيب لكم فيديوهات بسيطه وسهله المره المقبله. دمتم في رعايه الله، وما تنساوش اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس باش يوصل له كل جديد. وما نساوش نشكروا المتتبعات الوفيات ديالي اللي دائما كيخليوا لي التعليقات، واخا ما كاينش شي تفاعل الصراحه، وانما كنحاولوا ننزلوا ديك الفيديوهات لاننا تعودنا اننا نخدموا في القناه. ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر. دمتم في رعايه الرحمن والى اللقاء.